حميد دشتي هو نائب الكويت ولا إيراني؟ لا أنا أقول له هو يمثل إيران وسوريا والحوثيين. الحميد دشتي تكلم مساء حزب الله معه. طبعا الحميد دشتي مساء رد وقال حق وزير الخارجية إن أنا ما تكلمت. أنا بقول لك في 2014 أنت صرحت وطلبت ضم إيران إلى دول مجلس التعاون. في يونيو 2014 وفي يوليو 2015 زرت المجرم بشار الأسد وصورت معاه ونشرت صورتك معاه على تويتر تفتخر. في أكتوبر 2014 قلت بأن الشعب البحريني سينتصر وسيرحل القزاة، يعني تقصد حكام البحرين. ولما بدت عاصفة الحزم السعودية استخدموك إيران، وقعدت تضرب في السعودية وتحاول بالهمز واللمز أن تسيء إلى العلاقات. أنت رحت وزرت والد المجرم مقنية وافتخرت ورحت وعزيته بأيضا مقتل أو وفاة ولده اللي طبعا اختطف الجابرية. شوف هذه تغريداتك، هذه تغريدة من تغريداتك تقول مبروك للشعب البحراني الانتصارات التي حققها اخوانهم الشعب اليمني، وهم يعاهدون الله بأن نصرتهم للشعب البحراني الأصيل عليهم واجبة وأشكال عديدة. التغريدة الثانية إذا القد ليس كالأمس واليوم وملف البحرين دخل الفرن، إن شاء الله أنت تدش الفرن، ولن يخرج الآن مستويا كالرغيف الساخن جميلا، فأبشروا يا أهلي ستنتصرون وسيرحل القزاة. هذه تغريداتك، هذا أنت اللي قايله وهذا موقعك بتويتر، وأنت طلعت كذا مرة. أما اليوم تجينا بالبرود وتقول حطوا لي مشاهد. له الكويت كلها تدري، أحرجت الكويت، أحرجت القيادة السياسية، صاحب السمو الله يذكره بالخير هني ضحكت بوجهه. أنا باعتقادي يمكن كان يتمنى يصك الكف على وجهك بس إنه انحرج. يعني ما أدري أنت إيش تبي نحطك هني ونكسر المطارات كلهم على راسك. اليوم قول لنا إيش تبي، ذبحتنا، أحرجت الكويت، أحرجت الشعب الكويتي. لمتى يا أخي ما أصير آدمي؟ أنا الساعة قلت بعض الساعة يعني العوائل يطلع عندهم واحد خبل، يطلع واحد من تاجر مخدرات. أنت الحين إحنا ابتلشنا فيك هني في المجلس. والله العظيم لو أنا منك على هذا الإجماع أقسم بالله أقدم استقالتي اليوم احتراما وتقديرا لها. دقيقة روحوا دير وين يروحوا.